يا الله. السلام عليكم. ليش احنا عبارة عن مجتمع فيه شيء من العنصرية؟ يعني ننظر للناس بأشكالهم وألوانهم وصورهم، كل شوي وكل كلمة وثانية جالس يقول لنا الصومال الصومال. ترى الصومال اللي أنت تتكلم عنها تراها من أقدم الحضارات على وجه الأرض، ولها نشاط أكثر منك. قبل 9000 سنة قبل الميلاد، تخيل 9000 سنة قبل الميلاد وطئت قدم الإنسان أرض الصومال. أنت تتكلم لي عن 5000 وعن الصوماليين أول من ألف الجمال واستأنسوها واستخدموها لأغراضهم الشخصية قبل مدري كم سنة. ترى مدينة هرجيسة في الصومال، مدينة هرجيسة اللي هي عاصمة إقليم الشمال، يوجد بها آثار قديمة جدا جدا لم يستطع أحد ترجمتها إلى الآن. قبل 200 سنة من تاريخنا الآن أو 150 سنة كانت الصومال من أزهى وأقوى البلدان، وكانت تصدر الزكاة إلى الجزيرة العربية ونجد والحجاز. سبحان مغير الأحوال. يعني قبل 150 سنة كانت تصدر الزكاة إلى الجزيرة العربية، واليوم شوفوا كيف حالهم. سبحان مغير الأحوال، لا إله إلا. من المعلومات أن البرتغاليين أيام استعمارهم للصومال كان أول من استخدم السلاح أو النار ضد الصومال، وبريطانيا استخدمت الطيران لقصف مدينة تليح الصومال. الصومال هي من أوائل الدول التي دخلت الإسلام، حيث وصل المهاجرون إلى منطقة زيلع، ومن زيلع دخل الإسلام إلى الصومال في الهجرة الأولى للحبشة. ولما نذكر منطقة زيلع نذكر الإمام الزيلعي المشهور المعروف النجم الساطع صاحب كتاب نصب الراية. مساحة الصومال 638 ألف كيلومتر، يعني ضعف مساحة الكويت 32 مرة. الاستعمار لما دخل الصومال قسمها إلى 5 أقاليم: الصومال الإيطالي والصومال الإنجليزي والصومال الفرنسي الذي يعرف الآن بجيبوتي. للمعلومة منطقة جيبوتي هذه منطقة صومالية 100%، ولكن حكم عليها الاستعمار ألا تكون صومالية، وإلا الصومال أكبر من كذا. أيضا الصومال الحبشي أو ما تعرف الآن بمنطقة أوغادين في أثيوبيا، أيضا والصومال الكيني جزء من كينيا كان صومال. يعني لو حسبنا مساحة الصومال الحقيقية على الحدود القديمة بتجي أكبر من الكويت والبحرين وقطر والإمارات واليمن وسلطنة عمان، مساحة هائلة. أيضا الصومال من أكثر البلدان تصديرا للحيوانات، لولا الحروب والمشاكل يعني لصارت الصومال تصدر حتى للصين، تصدر الحيوانات للصين. طبعا عملة الصومال هي الشلن كما هو معروف. وللمعلومة على طاري العملة، تعرفون من هو أول من أدخل العملة إلى الصومال؟ في القرن الأول للميلاد هاجر مجموعة من السبائيين من سبأ من اليمن إلى الصومال، وحملوا معهم العملة السبائية اللي هي عبارة عن معدن عليها ختم اللي هو نحت لرأس ملك سبأ، ونحت آخر لرأس صقر ورأس ثور وهكذا. وكان من الممالك التي حكمت الصومال مملكة بونت التي عرفت تجارة المقايضة، وكان الملح أشهر هذه التجارات. بونت أو بونت هذه المملكة استخدمت قطع خشبية كصكوك معدنية، واتخذوا ذلك تعلما من السبائيين. يوجد أيضا بالصومال احتياطي من النفط، احتياطي هائل جدا ولكنه لم يستثمر، كما هي الدولة من أكثر البلدان محافظة على غطائها النباتي. أيضا يوجد بها معادن هائلة كالنحاس والحديد والذهب والفضة والنيكل والأحجار الكريمة وغيرها من الخيرات التي توجد في أرض الصومال. الإنترنت في الصومال يفوق الإنترنت في اليمن 96 مرة، يعني في الثانية سرعة الإنترنت في اليمن 4 ميجا، في الصومال 100 ميجا. في بداية عام 2014 أدخلت الصومال نظام الألياف الضوئية لتوصيل خدمة الإنترنت إلى كل الناس. يا الله وين احنا؟ أيضا يوجد شبكة 4G. تخيل في الصومال موجود في هرقيسة موجود شبكة 4G، بينما عندنا في اليمن شبكة 2G وزد قفلوها. في الأخير الصومال شعب طيب جدا وشعب عربي ومسلم، دين واحد ورب واحد، ولكن أريد له أن يكون مدمر ومخرب. نسيت أقول لكم المعلومة الأخيرة: يوجد في الصومال أطول مدرج في إفريقيا في عير جافو، مدرج طيران في إفريقيا. سلام.